مساء الفل. موسم مدارس، الناس كلها بتتكلم، كل واحد بيقول رأيه في حاجة. فيديوهات عن اللانش بوكس، فيديوهات عن السبلايز ليست، فيديوهات عن جروب المامز، مواضيع كتير وكله بيقول فيها رأيه بطريقته. انا بقى جاي اتكلم عن حاجة مختلفة خالص تخص المدرسة بس من زاوية تانية. هو ايه حوار الروتين الصباحي اللي البنات الصغيرة في المدارس بتعمله ده؟ التيك توك كله get ready with me في المورنينج روتين بتاعي. ايه يا جماعة؟ يعني على ما اتذكر كان الروتين الصباحي لحد قريب نصحى على يا حلو صبح يا حلو طول، نغسل سناننا ووشنا ونلبس ونروح المدرسه واحنا مضروبين بالجزم. طب يعني في ايه؟ لا بجد في ايه؟ كميه الريلز اللي بتتعمل على الروتين الصباحي للاطفال مش طبيعيه. المبهر بالنسبه لي الامهات فين؟ يعني لما تبقى بنت بتصحى الصبح تحط السيرم مش عارفه ايه شد الوش وشنطتها فيها السبلاش علشان ريحتها الحلوه. يعني ريحتها الحلوه دي حاجه محببه بس مش لدرجه ان انا اخد معايا برفيوم من المدرسه. لا بصوا، علامه استفهام كبيره جدا. حاسه ان احنا رايحين في حته وحشه، احنا رايحين فيها بقالنا كتير يعني، بس مش لدرجه ان تبقى بنت 12 13 سنه صاحيه بدري ساعه عن ميعاد مدرستها علشان الروتين الصباحي. انا عايزه اقول لكم بقى ان كل الابحاث بتقول ان الاجيال الجديده هتبدا تشيخ في الثلاثينات من عمرها بسبب السكين كير برودكتس اللي بادئينها بدري. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، يعني لانه من شب على شيء شاب عليه. يعني يا ريت نقول لاولادنا اصحى الصبح، اغسل وشك، اغسل سنانك، اتوضى وصلي وروح المدرسه. لكن اصحى الصبح ساعة بدري علشان السيرم يلحق ينشف. وبعدين في ايه؟ ليه كده؟ ليه بنتكلم كده؟ ايه يا جماعة في ايه؟ بجد الموضوع مبهر بالنسبة لي. حاجة تانية، حتى البنات المحجبات برضو الموضوع مخليش منهم. اخر حاجة كنت اعرفها ان ده الحجاب. ده الحجاب بنبقى مغطين وشنا، الحجاب نازل كده اهو، ده الحجاب. لكن الحجاب الجديد بتاع البنات اللي هو هنا اهو ده، وبيعملوا اللي هو بيبقى من نص الشعر كده، وبيعملوا الجزء اللي قدام سليك. يعني ايه سليك؟ يعني بينيموه قوي، بيجلجلوه قوي، تبقى نايمه قوي القصه كده، ولازم تبقى باينه هي والرقبه. ما ينفعش. يعني شكلكم حلو، طبعا شكلكم حلو، وعلى فكره من غير الحجاب احلى واحلى، بس هو ده الاختبار. الاختبار ان احنا نختار الصح علشان الجزاء يبقى من جنس العمل. كل واحد حر، اللي عايز يتحجب يتحجب واللي مش عايز يتحجب ما يتحجبش، دي حاجه بتاعته ما بينه وما بين ربنا. بس لما نتحجب صح. البنات الصغيره كلها مع الحجاب الجديد مخليه البنات اللي عايزه تتحجب بس علشان تعمل نفس الموضوع ده. احنا بقى كأمهات بنلاقي صعوبه فظيعه ان انت تقنعي البنت ان ده غلط، ده مش صح. تبدا المشادات وبتبقى النتيجه في الاخر ايه؟ انه لا خلاص انا مش عايزه اتحجب، ما دام انا مش هعمل الحجاب الترندي. ربنا يقوينا ويعيننا على الايام اللي احنا عايشينها ونعرف نربي ولادنا صح. راقبوا ولادكم. بلاش الموبايلات ال 24 ساعه، بلاش الفيديوز واللايفز اللي بتتفتح بلا اي هدف وملهاش معنى. مساءكم فل او صباحكم فل على حسب ما بتشوفوا الفيديو امتى. اشوفكم على خير، باي باي.